جاء وقال: أتيت للأهلي لاختياري للتاريخ. وبعد ذلك عندما طالب الجميع بذهابه وخروجه من النادي الأهلي، جاء وقال أيضا: لن أرحل عن النادي الأهلي إلا أن أثبت نفسي للجماهير، وهدية من يتمسك للنادي الأهلي هو الذهب يا تاو. أهلا بيكم النهارده في حلقة جديدة. حلقتنا النهارده حلقة جميلة جدا، حلقة من الحلقات الحلوة اللي احنا بنحب نعملها، والحلقات اللي بيتوج النادي الأهلي فيها بجوائز كتير كعادته النادي الأهلي. النهارده هنتكلم عن طبعا حفلة الكاف وتوزيع الجوائز اللي ليها علاقة طبعا بالسيزون اللي فات ده، سيزون 2023. هنتكلم عنه بالتفصيل، وهنتكلم برضو عن النادي الأهلي ووصول البعثة الحمد لله للسعودية استعدادا لكأس العالم للأندية. إن شاء الله نتمنى النادي الأهلي ليه بالتوفيق، وهنتكلم في حاجات تانية. ولكن طبعا في البداية هنبتدي كده مع جايزة الكاف. مبدئيا كده بجد يعني أستاذ طارق قنديل ما شاء الله، أستاذ طارق قنديل راح الحفلة هناك لما نص الجوائز ومشي. لا مع السلامة يا جماعة، أنا خلاص خدت نص الجوائز اللي موجودة في الحفلة ومشيت. طبعا أول جايزة والجايزة المتوقعة جدا واللي النادي الأهلي معتاد عليها ان هو بياخدها دايما، وهي أحسن نادي في أفريقيا. طبعا حصل عليها النادي الأهلي طبعا بعد حصوله على دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد، طبعا في السيناريو الرائع وهدف محمد عبد المنعم بأسيست علي معلول. الهدف يا جماعة والأسيست اللي هم خلونا إن شاء الله يوم الجمعة الجاي هنشوف النادي الأهلي في كأس العالم للأندية. وحصل أيضا بيرسي تاو على أفضل لاعب داخل أفريقيا، واللي أنا عايزة أقف عندها شوية. بيرسي تاو اللي أول ما جه ومع بداية أول موسم ليه الناس بدأت تطالب برحيله، أداؤه كان متذبذب شوية، ولكنه تمسك بالنادي الاهلي. قال لا انا مش عايز امشي، انا مش عايز امشي من هنا من قبل ما اثبت نفسي للجماهير. وكان في ناس كتير معارضه لده بيقولوا ان هو واخد مكان اجنبي على الفاضي. النهارده بعد سنتين او سنه ونص من كلام بيرسي تاو ده، بيجي النهارده تاو عشان يصبح افضل لاعب داخل القاره الافريقيه وبيثبت نفسه وعن جداره. بيرسي تاو اللي كان من نجوم البطوله الافريقيه السابقه للنادي الاهلي اللي خدها قدام الوداد، واللي انا بشوفه اندر ريتد جدا في البطوله دي، لان بيرسي تاو ما خدش حقه زي لاعبين كتير. لا بيرسي تاو كان من الركائز الاساسيه لمارسيل كولر في البطوله دي، فانت تستحقها وعن جداره يا تاو. وطبعا السنه دي الجائزه دي اهلاويه زي السنه اللي فاتت بالظبط، حصل عليها محمد الشناوي اللي كان بينافس السنه دي على احسن حارس داخل افريقيا، ولكن طبعا حصل عليها المغربي ياسين بونو اللي يستحقها وعن جداره. لكن السنه اللي فاتت كان افضل لاعب هو محمد الشناوي، والسنه دي هو بيرسي تاو. نتمنى ان شاء الله ان احنا نفضل ماشيين على المنوال ده، والجائزه دي تبقى دايما من نصيب لاعبين النادي الاهلي. ولكن نيجي بقى للثالثه المشطشطه. طبعا الجائزه الثالثه من نصيب محمود عبد المنعم كهربا، وحصول على افضل هدف في افريقيا السنه دي، هدفه امام الهلال السوداني في مباراه الصعود النادي الاهلي من دوري المجموعات. طبعا المباراه اللي كانت صعبه جدا على جماهير النادي الاهلي، وكانت مباراه الحسم بعد طبعا تعادل الهلال امام سان داونز. وطبعا بنشكر جدا حارس سان داونز، هنفضل نشكره من هنا لغايه يعني اخر يوم في عمرنا على الجائزه الحلوه اللي هو اداها لنا دي. بيجي محمود عبد الكهربا وبيحرز الهدف الاول للنادي الاهلي امام الهلال في هدف رائع، هدف من اجمل الاهداف اللي انت شفتها في دوري ابطال افريقيا، يستحقها عن جداره محمود عبد المنعم كهربا. وسؤال يا جماعه بس، يعني هو واخد جايزه، انت ليه تتضايق؟ يعني انت ليه متضايق؟ طبعا هو عارف مين اللي انا بكلمه. يعني يا جماعه نادي الزمالك نادي كبير جدا، يعني متفقين على ده خلاص تمام. انت ايه اللي مضايقك في ان هو واخد احسن هدف؟ ده انت غريب جدا. يقول لك ده الهدف اللي هو واخد عليه، ايه ده؟ لا مش حلو مش حلو، في اهداف كتير احسن. انت مالك؟ ده الراجل سايبك بقاله كام سنه ودلوقتي شايف حياته، وراح يجي 3 هو ده 3 كاس عالم يروحوا مع النادي الاهلي، ولا رابع كاس عالم، واخد 3 افريقيا. يعني انا مش عارفه انت ايه اللي مضايقك دلوقتي. ركز مع فرقتك، لو ركزت مع فرقتك والله هتعمل حاجه كويسه جدا. ولكن طبعا باقي الجوائز زي ما انا قلت، جائزه افضل حارس كانت من نصيب ياسين بونو، وافضل مدير فني داخل افريقيا كانت من نصيب وليد الركراكي اللي يستحقها وعن جداره، وهو طبعا اللي استلم برده جائزه ياسين بونو لعدم وجوده في الحفله النهارده. وجائزه افضل لاعب بقى افريقيا عموما اللي تفوق فيها على محمد صلاح وهو فيكتور اوسيمين، وهو يستحقها برده من وجهه نظري. في ناس كتير شايفين ان صلاح يستحقها، لا انا بصراحه انا لو كنت شايفه حد كمان يستحقها وهو اشرف حكيمي السنه دي، ولكن هو اللي حصل عليها فيكتور اوسيمين. وطبعا الجائزه الطبيعيه جدا اللي كلنا كنا عارفين مين اللي هياخدها وعن جداره واستحقاق، هو منتخب المغرب ايضا اللي شرفنا في كاس العالم اللي فات لوصوله لنصف النهائي. نيجي بقى للنادي الاهلي. النادي الاهلي النهارده الحمد لله وصل بالسلامه السعوديه استعدادا لمباريات كاس العالم للانديه، وجمهور اهلي يرفع شعار المحاوله الاخيره. طبعا السنه دي ده اخر كاس عالم هيتلعب بالنظام القديم، بالنظام اللي احنا عارفينه. لا من السنه الجايه هيبقى في عدد انديه اكتر في البطوله، وان شاء الله السنه الجايه للعلم في ناس كتير ما تعرفش ان
النادي الاهلي متواجد ان شاء الله في كاس العالم القادم، وهتبقى للمره الخامسه على التوالي. دي حاجه تفرحنا كلنا كجماهير النادي الاهلي، ولكن دي فرصه الاخيره للاهلي. مش عايزين نقول ان بعد كده هتبقى بقى مستحيل الاهلي يعمل فيها حاجه، لا احنا متعودين دايما من النادي الاهلي ان هو يقدر يعمل حاجه، ولكن السنه دي هي اخر سنه هيبقى الموضوع فيها ممكن يبقى في ايدك. انت داخل، لا انت لو كسبت لا انت ممكن تعمل حاجه جديده. نفسنا ان احنا نعدي فكره البرونزيه. يمكن الناس لما بيشوفوا اداء النادي الاهلي دلوقتي هو المنطقي يقول لك احنا لو خدنا البرونزيه السنه دي يبقى حلو قوي ان احنا واخدين البرونزيه بالاداء اللي احنا شايفينه من لعيبه النادي الاهلي ده، ولكن لا انا شايفه ان شاء الله لو اللاعبين ركزوا، لو مارسيل كولر حط خبرته وخبره السنين في المباريات دي، لو اللاعبين حابين ان هم يعملوا حاجه، لا ان شاء الله هنعمل حاجه. واتمنى ان شاء الله ان النادي الاهلي لو برونزيه تبقى حاجه جميله جدا، ولكن النادي الاهلي لو عدى برونزيه وخدنا فضيه او ذهبيه طبعا وكل الاحلام ممكنه بالنسبه لجماهير النادي الاهلي ونادي زي النادي الاهلي، لا هيبقى انجاز عظيم من النادي الاهلي بيحقق لاول مره في التاريخ، في تاريخنا احنا كنادي، وهتبقى نسخه كمان مميزه لانها اخر نسخه قديمه هتتلعب بالطريقه القديمه والنظام القديم. فان شاء الله زي ما هي نسخه مميزه كده ان شاء الله تتميز اكتر بحصول النادي الاهلي عليها او على الاقل الوصول للنهائي. ولكن على سيره بيرسي تاو، فطبعا كلنا شفنا البوست اللي نزله حساب الفيفا الرسمي على انستجرام واللي حاطط فيه النجوم الابرز في كاس العالم للانديه السنه دي، واللي منهم طبعا بيرسي تاو اللي الكتير بشوف الكتير، مش عايزه اقول بس من جماهير الزمالك، لا الكتير من الجماهير عموما ساعات بيشوفوه ان هو اوفر ريتد، وبيرسي تاو هو بس عشان جاي من برايتون فكان عليه ضجه وكده، لكن هو اي كلام. لا بيرسي تاو كل ماده بيأكد اكتر ان هو كان يستحق النادي الاهلي، بيأكد كل ماده ان هو لاعب كبير، بيأكد كل ماده ان هو كواليتي عالي، واثبت ده في البطوله الافريقيه السابقه، وان شاء الله هيثبت ده اكتر السنه دي في دوري ابطال افريقيا، ويثبته ايضا في كاس العالم للانديه. ولكن بقى نيجي للتصريح التاريخي، التصريح اللي عجبني جدا ولما شفته انبسطت جدا، وهو تصريح من كريم بنزيما نجم نادي الاتحاد السعودي الحالي، واللي طلع ولما اتسال في المؤتمر الصحفي بيقولوا له النادي الاهلي، فقال انا اعرف النادي الاهلي، واجهناه الموسم السابق عندما كنت مع ريال مدريد، وكانت مباراه لم نفز فيها بسهوله ابدا. يمكن مباراه ريال مدريد حصل فيها بعض التريقه على النادي الاهلي من بعض الجماهير، احنا عارفين هم مين. حد يقول لي ده الاهلي بيلاعب يعني بطل اوروبا بيتريقوا، هقول لك ما انت عارف بقى عارفين الفئه دي ايا كان هو النادي الاهلي هيتريقوا عليه، رغم ان هو عمره ما وصل للمرحله دي، بس ما فيش اي مشكله. المباراه دي اللي انتهت برباعيه مقابل هدف، ولكن طبعا لو تذكرت المباراه الماتش ده فضل لغايه الاخر كان 2-1، وكان عن النادي الاهلي عنده فرصه ان هو يحاول يرجع في المباراه، ولكن في الوقت بدل الضايع يعتبر دخل فينا هدفين، والمباراه انتهت ب4 اهداف مقابل هدف. ويمكن دي من المباريات اللي انا حسيت ان النادي الاهلي الحظ ما وقفش ابدا مع النادي الاهلي، على الاقل الماتش ده ما كانش يخرج 4-1، انت لغايه الدقيقه 90 انت 2-1، انت لسه المباراه فيها خد وهات ولسه لا فيها كلام فيدخل فيك هدفين، فكان الموضوع صعب جدا. ولكن ان شاء الله نتمنى للاعبين النادي الاهلي يعوضوا اللي حصل ده السنه دي في البطوله بتاعت السنه دي، متوسمين خير جدا. ما اعرفش قلت لكم من الحلقه اللي فاتت ان انا متوسمه خير ان احنا نعمل حاجه في البطوله دي، قلت لكم الاداء مش كويس، الاداء ده يقول لك ان انت اصلا هتطلع من اول مباراه ما فيش فايده، ولكن لا واثقين في لاعبين النادي الاهلي ايا كان ادائكم الفتره اللي فاتت كان عامل ازاي، لا كلنا ثقه فيكم، عارفين ان انتوا تقدروا تعملوها، وانتوا لو صدقتوا نفسكم وعرفتوا قيمه التيشيرت اللي انتوا لابسينه لا هتقدموا اداء كويس. مارسيل كولر لو حط زي ما قلت خبرات السنين كلها في البطوله دي هيقدر يعمل حاجه، وانا مستبشره خير جدا بالبطوله دي. وطبعا في نهايه الحلقه زي ما احنا متعودين ان شاء الله نتمنى السلامه لاخواتنا في فلسطين، بتمنى ان انتوا تدعوا لهم في الكومنتات وتذكروهم دايما، حتى مش في الكومنتات تذكروهم عموما طول يومكم، طبعا عارفه ان انتوا اكيد طول اليوم هم في بالكم، وان انتوا بتدعوا لهم في صلاتكم دايما. ان شاء الله ينصر اخواتنا على كل اعدائهم، على كل من يعاديهم، وعلى كل من خذلهم، وان شاء الله النصر لفلسطين. دي كانت حلقتنا النهارده، اتمنى الحلقه النهارده تكون عجبتكم. كانت معكم طه النجار، مع السلامه.